العالم اللي احنا عايشين فيه عالم سريع جدا، فبالتالي الضغوطات والتوتر والقلق بيزيدوا عليا برضه. انا هديكم النهارده شويه تيبس on how to deal with stress، ازاي اقدر اتعامل مع التوتر بشكل صحي. رقم واحد، انا لازم اعرف التوتر ده جاي منين، هل هو شغل، هل هو عيله، هل هي مشكله اصدقاء، فلازم ان انا احط ايدي على المشكله بالظبط. تاني حاجه، اعرف هي بتاثر عليا ازاي، هل انا بقيت ما بحبش اخرج، بقيت منعزل، بقيت شخص مش عايز اكلم حد، اثرت على نومي، اثرت على اكلي. فهنا انا عرفت ايه سبب المشكله، ايه المشكله بالظبط وبتاثر عليا ازاي، فبقسم المشكله دي لنوع من الاثنين، يا مشكله حلها في ايدي، فلما المشكله بقول حلها في ايدي بعمل حاجه اسمها بروبلم سولفنج تكنيك، ان انا بقول طيب المشكله دي ان ماي كنترول حلها، بحط كذا اوبشن كذا سولوشن ان انا اقدر احل المشكله دي بيها، وبختار الحل اللي مميزاته طاغيه على عيوبه وببدا ان انا اعمله. ده لو المشكله حلها ان ماي كنترول. تاني نوع من المشاكل هي المشاكل اللي ملهاش حل او حلها خارج السيطره بتاعتي، زي ان انا افقد حد للموت او للدنيا. ساعتها انا هنا بتعامل مع مشاعري، والمشاعر هنا بتبقى مشاعر بالفقدان، مشاعر بالحزن، مشاعر كتيره جدا سلبيه، لازم ان انا اتقبلها. وما ننساش اهميه الوقت في حاجه زي كده. طول ما انا ما عنديش سيطره على حل المشكله، الوقت هنا عامل مهم جدا. مع ذلك انا وانا مستني من وقت ما المشكله تحصل لغايه ما بهيل او بتعافى، المهم قوي قوي ان انا اكون بمارس حياتي بشكل طبيعي. ساعتها الالم اللي انا بحس بيه هيخف شويه، هيعدي في وقت اسرع شويه، باي ان انا بشغل نفسي بحاجات، بنزل الشغل، بتكلم مع اهلي، بشوف صحابي. العزله بتحسسني ان الوقت اللي انا بمر بيه في التعامل مع المشكله او ان انا اتقبل المشكله اطول بكتير.